السلام عليكم. خير بداية هي الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سنة 2024 في دولة اليمن، وتحديدا في منطقة صرف الجبلية، في يوم من الأيام راجل كان بيتمشى في المنطقة دي وفجأة شم ريحة بشعة جدا خلاته فضل يمشي وراها علشان يعرف مصدرها إيه، بس ما كانش يعرف إن اللي هيوصله هيكشف سلسلة لأبشع الجرائم في تاريخ اليمن. أهلا بيكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي، ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. حكايتنا بتبدأ سنة 2024 في منطقة صرف الموجودة في شرق العاصمة اليمنية صنعاء، واللي ما يعرفش المنطقة دي كويس فهي عبارة عن منطقة جبلية ومعزولة ومش كتير اللي بيروحوها. وفي يوم من الأيام راجل كان بيتمشى في المنطقة دي واللي هي منطقة صرف، وفجأة شم ريحة بشعة جدا خلاته عايز يعرف مصدر الريحة دي ايه بالظبط. وبعد ما مشى شوية لقى إن في موتوسيكل راكن، ولما قرب منه لاحظ إن الأرض تحتيه طرية وبشكل غريب، وكأن حد حفر الأرض دي قبل كده. وبدافع الفضول الراجل قعد وفضل يحفر الأرض دي علشان يشوف فيه إيه. وفعلا بعد ما حفر شوية شاف أبشع منظر ممكن يشوفه في حياته، وهو جثة لشخص ومشوهة تماما. الراجل من بشاعة المنظر نزل جري على أقرب قرية، وهي قرية بني حشيش، وبلغ الأهالي والسلطات باللي شافه. وخلال دقايق كل أهل القرية اتجمهروا وجات الشرطة، وحرفيا المنطقة اتقلبت. الشرطة لما وصلت شالوا الجثة وبعتوها للمشرحة، وبدأوا يدوروا في المنطقة اللي حوالين الحفرة دي. بس كانت الصدمة إنهم لقوا جثتين كمان لشابين وبرضه مشوهين تماما، وتم نقل الجثتين للمشرحة علشان يعرفوا سبب الوفاة في التلات جثث. ومعداش وقت طويل وطلع تقرير المشرحة واللي قال إن في جثتين ماتوا بسبب ضربهم بآلة حادة على دماغهم، أما الجثة التالتة فماتت بسبب طلق ناري. التلات جثث دول كانوا لأسامة غانم وعبد الولي أحمد ويونس علي. الشرطة في الوقت ده كان قدامها 3 ضحايا مقتولين ومدفونين في منطقة صرف، يعني يعتبر مسرح الجريمة واحد. فده خلاهم يروحوا المنطقة ويدوروا فيها كويس، يمكن يوصلوا لأي دليل يوصلهم للي عمل كده. لكن للأسف إن البحث ده كان من غير أي فايدة وما وصلهمش لأي حاجة. وساعتها ما كانش قدامهم غير إنهم يحققوا ويعرفوا معلومات أكتر عن ال3 ضحايا دول، ويعرفوا أخلاقهم كانت عاملة إزاي وتفاصيل عنهم وعن حياتهم. وفعلا ده اللي حصل، وعرفت الشرطة من خلال التحريات إن ال3 ضحايا من قرية واحدة واللي هي قرية بني حشيش. وكمان عرفوا إن ال3 ضحايا ملهمش أي أعداء، وكل أهل القرية شهدوا بإن أخلاقهم كانت كويسة جدا. الشرطة بعدها بدأت تستجوب أهالي الضحايا علشان يعرفوا منهم إيه آخر مكان كانوا متواجدين فيه. بس الغريب إن الإجابة لأهالي ال3 ضحايا كانت إجابة واحدة، وهي إن ال3 شباب خرجوا بالليل، وبعد ما خرجوا بشوية بعتوا رسالة لأهاليهم بإنهم رايحين يشاركوا في جبهة القتال. بمعنى إن أسامة بعد ما خرج بعت رسالة لأهله وقال لهم أنا رايح الجبهة ما تقلقوش عليا، وزيه عبد الولي ويونس. وطبعا الموضوع ده غريب جدا، لأن مش معقول ال3 ضحايا يخرجوا بالليل ويعني يعتبر في نفس الوقت تقريبا، وكلهم يبعتوا نفس الرسالة لأهليهم، فمستحيل طبعا كل ده يكون صدفة. بس للأسف إن الشرطة وقتها ما قدرتش توصل لأي حاجة، ولقت نفسها حرفيا قدام حيطة سد لحد ما جات لها معلومة غيرت كل حاجة. من ضمن الضحايا دول كان في ضحية اسمه عبد الولي، وكان ليه أخ اسمه عمار. المهم عمار قال للشرطة معلومة مهمة جدا، وهي إن أخوه قبل ما يخرج جاله تليفون من واحد صاحبه وصاحبنا كلنا اسمه علي عبده. طب يا ابني ما تعرفش إيه اللي دار في المكالمة؟ قال لهم لأ. وعلى طول الشرطة دورت على اللي اسمه علي عبده ده، وفعلا لقوه وقبضوا عليه. وسألوه هو أنت فعلا كنت آخر واحد تكلم عبد الولي؟ قال لهم آه. بس الشرطة لاحظت إن إجابته كانت مترددة، وباين عليه إنه متوتر وخايف. وحست الشرطة بإن علي ده أكيد مخبي حاجة أو متورط في حاجة، فقرروا إنهم هيضغطوا عليه في التحقيقات. وفعلا في النهاية انهار واعترف بكل حاجة، بس اللي قاله في الاعترافات ما كانش أفراد الشرطة ولا اللي بيحققوا معاه مستوعبينه. قبل ما نعرف الاعترافات المرعبة اللي قالها علي عبده في التحقيقات، خلونا نعرف الأول هو مين علي عبده ده. علي عبده هو شاب يمني عنده 24 سنة وعايش في منطقة بني حشيش، وكان معروف عند أهل المنطقة بإنه شاب في حاله.
بس اللي ما كانوش يعرفوه عنه إنه حرامي، وحرامي إيه بقى؟ من النوع الندل آخر حاجة، وعنده استعداد إنه يسرق أي حد مهما كان قريب منه، وما بيضيعش فرصة في إنه يسرق أي حاجة. وفي يوم من الأيام علي عبده شاف واحد صاحبه نايم فوق عربيته، يعني موقف العربية على جنب الطريق ونايم، وطبعا باب العربية كان مفتوح. المهم علي عبده لما شاف صاحبه نايم، لمح بعينيه كده لقى بندقيته موجودة في العربية. قعد يبص يمين وشمال، ولما ملقاش حد مد ايديه جوه العربية علشان يسرق بندقية صاحبه. بس أثناء ما كان بيسحب البندقية، صاحبه فاق ومسك ايديه، بس في الأول معرفش مين ده، لأن علي كان مخبي وشه. المهم علي لما صاحبه مسك ايديه، سحب خنجره وبدأ يهجم عليه، بس لحسن الحظ إن الإصابات كانت سطحية، وقدر صاحبه إنه يقاومه. وكانت الصدمة لما عرف إن صاحبه علي عبده هو اللي كان عايز يسرقه، وكان هيموته كمان. وفضل يقوله: أنت كنت عايز تسرقني أنا؟ عايز تسرق صاحبك؟ المهم الاتنين فضلوا يزعقوا مع بعض لحد ما الناس اتلموا، وعرفوا إن علي عبده كان عايز يسرق صاحبه. لكن الأهالي بعدها قدروا إنهم يلموا الموضوع، وكل واحد راح لحاله، بس بعد ما عرفوا كل أهل المنطقة بإن علي عبده حرامي. وبعد الموقف ده بكام يوم، علي عبده قعد مع نفسه وفكر إنه لو استمر في السرقة بالطريقة دي، أهل القرية هيمسكوه ويسلموه للشرطة، وممكن كمان حد منهم يقتله. وساعتها جت الفكرة الشيطانية في دماغه، وهي إنه هيستمر في سرقة الناس بس وهم أموات مش أحياء، يعني هيخلص عليهم الأول وبعد كده يسرقهم. وفعلا قعد يرسم خطته لحد ما استقر خلاص وعرف هو هيعمل إيه. ومن هنا بدأت اعترافات علي عبده في التحقيقات. علي عبده قال إنه في يوم من الأيام بعد ما كل أهل المنطقة ناموا، وفي منتصف الليل تقريبا، اتصل بواحد صاحبه اسمه أسامة غانم، وقال له: أيوة يا أسامة، بقول لك إيه، تعالالي علشان عندي ليك مصلحة فيها فلوس كتيرة جدا، وإنت جاي هات بندقيتك معاك. وطبعا اتنين صحاب واحد بيقول للتاني: تعال عايزك في مصلحة، فطبيعي إن صاحبه هيروح له. وفعلا أسامة راح له وقال له: في إيه يا سيدي؟ إيه هي المصلحة اللي بتتكلم عنها وجايبني على ملا وشي بسببها؟ قال له: بص، في دهب مدفون في منطقة صرف، وأنا عارف المنطقة اللي الدهب مدفون فيها كويس، ومحتاجك تساعدني علشان نطلع الدهب ده، لأني أكيد مش هقدر أحفر لوحدي. بس أهم حاجة إنك ما تعرفش أي حد، لأن لو الخبر انتشر الناس هتعرف والمصلحة هتبوظ. فأنت هتيجي معايا تساعدني في الحفر، وبالمرة تقف بالبندقية علشان لو حد شافنا أو حد هجم علينا. وطبعا أسامة صدق صاحبه وراح معاه. ولما وصلوا عند مكان معين، علي عبده قال له: بس هنا كده، أنا هحفر شوية وأنت تخلي بالك، وبعد كده أنت تحفر شوية وأنا خلي بالي. وفعلا بدأ علي عبده في الحفر، وأسامة واقف وماسك بندقيته ومخلي باله علشان لو حد شافهم أو حد هجم عليهم. وبعد شوية لما الحفرة وصلت لعمق معين، علي عبده قال لصاحبه أسامة: أنا تعبت، تعالى كمل مكاني وأنا هقف أحرسك هنا بالبندقية. وفعلا أسامة ادى صاحبه البندقية وبدأ يكمل حفر مكانه. وبعد ما وصلت الحفرة لعمق معين يقدر يستوعب جثة بني آدم، علي عبده جه من ظهر صاحبه أسامة وغدر بيه، وضربه بالفاس على دماغه لحد ما وقع في الحفرة. وبعد كده كمل عليه لحد ما اتأكد إنه خلاص مات، وبعدها ردم عليه وسرق بندقيته ومحفظته وتليفونه وكل الحاجات اللي معاه. وبعد كده بعت رسالة من تليفون أسامة لأهله، وقال لهم فيها: أنا رايح الجبهة وهغيب لفترة طويلة، ما تقلقوش عليا وما تحاولوش تكلموني. وهنا طبعا الأهل خلاص عرفوا ابنهم فين، وقالوا أكيد فترة وهيرجع تاني. ودي كانت الضحية الأولى لعلي عبده، صاحبه اللي كل معاه عيش وملح. بس زي ما قلت لكم في البداية إنه شخص ما عندوش لا عزيز ولا غالي، وما يفرقش معاه أي حد. المهم الفكرة دي عجبت علي عبده، وقرر إنه هيستمر على كده. وبعد فترة اتصل بالضحية التانية، واللي كان صديقه برضه اسمه عبد الولي أحمد، وعمل معاه نفس السيناريو بالظبط، بس المرة دي ضربه بالنار. وبعد ما دفنه بعت رسالة لأهله وقال لهم نفس الكلام اللي قاله لأهل أسامة. أما الضحية التالتة فكان المفروض إنه يكون عمار أخو عبد الولي، بس لحسن حظه إنه مرضيش يروح له يومها بالليل، وقال لعلي عبده استنى للصبح. وده اللي خلى علي عبده يغير رأيه ويدور على حد غيره، علشان في النهاية يختار صاحبه برضه، وهو يونس علي. وكرر معاه نفس السيناريو، وبعد ما قتله ودفنه بعت نفس الرسالة لأهله.
ودول كانوا التلات جثث اللي الشرطة لقتهم. واعترف علي عبده إن في غيرهم تلات جثث كمان، وراح مع الشرطة ودلهم على مكانهم علشان يوصل عدد الضحايا لستة. لكن الأكيد إن في أكتر من كده، بس ده العدد اللي اعترف بيه علي عبده. الاعترافات دي طبعا عملت صدمة كبيرة عند الشرطة والمحققين، وكمان عند الأهالي اللي ما كانوش مصدقين إن في حد بالندالة دي. ووقفوا أهالي الضحايا منهارين ومش مستوعبين إن نهاية ولادهم تكون بالبشاعة دي وعلى إيد صاحبهم. الجريمة على الرغم من اعترافات الجاني والأدلة اللي موجودة، إلا إن ليها بعد إنساني، وهو إن إزاي بني آدم يقتل صحابه اللي دخل بيتهم وكل معاهم عيش وملح، وكل ده علشان إيه؟ يسرق بندقية ولا تليفون؟ فعلا الموضوع صعب جدا. وطبعا في النهاية اتحكم عليه بالإعدام، وتنفذ الحكم قدام أهالي الضحايا وقدام كل أهل المنطقة في الساحة المقابلة لسجن الأمان المركزي في صنعاء. وانتهت بكده قصة سفاح اليمن علي عبده، اللي كان كل ضحاياه من أصدقائه. وقبل ما أختم، حابب أقول إن أي جريمة القاتل فيها بيمثل نفسه بس، مش البلد اللي هو منها. فكل الاحترام للشعب اليمني. وفي النهاية، لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم كل حكاياتنا أول بأول. وأشوفكم على خير في حكاية جديدة، في حفظ الله ورعايته.